اهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، وين ما كنتوا رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة ومتميزة، وان شاء الله راح دلكم عليها خطوة بخطوة، وان شاء الله راح تنجح معكم 100%. اليوم راح نعملكم خبز التوست ان شاء الله. هون عندي 5 كوبايات طحين اسمر. طبعا انتوا اذا ما عندكمش فيكم تعملوها بطحين ابيض عادي. الكوباية 350 جرام زنت على الميزان. وعندي هون اللهم صل على النبي 1.5 كوب حليب فاتر، وعندي هون بيضة، وعندي هون معلقتين خميرة صغار، وعندي هون 3 معالق سمنة. طبعا هي بتصير بزبدة او بسمنة او بزيت. وعندي هون معلقتين كبار سكر، وعندي هون معلقتين صغار ملح. ويلا ننتقل للخطوة اللي بعدها. طبعا يا غوالي الحليب لازم يكون عندكم فاتر. انا خلطت الحليب مع الخميرة مع الملح مع السكر مع البيض ومع السمنة، تخلوهم 5 دقايق، واخر شي بتزيدوا عليهم طحين وبتخليهم لمدة ساعة. انا هلا حطيت الطحين وعم بعجنهم. لازم تحركون كتير كويس وتخلطوا العجينة كلها مع بعض. اهم شي يعني تخلطوا المقادير كلها سوا. يا غوالي بعد ما ريحت العجين ساعة كاملة طلعته وفردته مثل ما لكم شايفين، وهلا كمان برجع بريحه 45 دقيقة ليخمر منيح. طبعا يا غوالي انا سكرتها من فوق ومن تحت ومن على الاجناب. وهلا بنترك العجينة 45 دقيقة وبنرجع لكم بعدها ان شاء الله. السلام عليكم. وهي بعد بساعة يا غوالي، ما شاء الله صلى على النبي، شوفوا كيف نافشة. هيك عجين التوست صار جاهز، بس بدي ادخله على الفرن درجة حرارة 180 ان شاء الله. وكون يا غوالي هي خبز التوست صار جاهز هيك بدون قالب. قالب بيزبط اكثر، بس شوفوا ما شاء الله صلى على النبي كيف نفش. هي يا غوالي خبز التوست صار جاهز. وهي يا غوالي خبز التوست، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هيك صرنا جاهزين لعش السرايات. بيتحمص الخبز بالفرن، بصير مثل اللون البني هذا، بعدين بنطلعه بنحط له قطر وبنمد عليه قشطة وفستق. هاي عش السرايا غوالي.